وبأقل إشارة من أي رجل دين ما بتلاقيهم إلا رجعوا للأمور الدينية ورجالة والشيوخ المعروفين. والغريب بالموضوع إنه حتى الناس المنحرفين كمان بيلجأوا للدين. إلنا سنين طويلة عم ننشر هالأفكار بكل معسكرات التعليم التابعة إلنا، وإنتوا بتعرفوا هالشي. بس الشيء اللي صار واللي سهل الموضوع علينا هي عصور الجاهلية القديمة اللي كان فيها الإسلام مو موجود بهالبلاد. بسيطة، رح يكون في عنا خطة جديدة لحتى تزعزع ثقة كل الشعب بالدين وتعاليمه. هالكلام حلو كتير. طيب وشو خطتكم الجديدة بخصوص الدين؟ بكل صراحة عرفنا أنه هدول ما رح يتخلوا عن الدين بسهولة، مشان هيك لازم نشتغل على حالنا. رح نطور ديننا ونحاول نعلمهم إياه، ورح ننشئ المساجد الخاصة فينا بالمنطقة. هالخطة كتير رح تنجح، ما هيك سعادة القنصل؟ رح نختار رجال دين محنكين مشان يقدروا يقنعوا الناس، لأنه هدول الناس بيصدقوا كل شي بيقولوه رجال الدين تبعهم. رح يقرأوا القرآن وينشروا الأحاديث النبوية، بس بالنهاية الكلام يلي رح نقوله نحن هو اللي رح يمشي. كتير ذكية. يعني الكلام اللي رح أقوله أنا رح يكون هو الكلام اللي رح يتنفذ. اسمح لي إني هنيك من كل قلبي، حضرتك كتير ذكي وفهمان. لا تشغل بالك أبداً يا سيادة القنصل، كل يلي قلته رح يتحقق على أرض الواقع فوراً. هاد هو التغيير، هاد هو التأسيس، هاد هو القائد أوندير. نحن قد ما وقفنا معك قليل عليك يا أوندير. بس موضوع المستند وعدم نجاحكم بإحضاره بصراحة كتير فاجأني وصدمني. حضرتك كون مرتاح واعتبر الموضوع منتهي، المستند عن قريب رح يكون عندكم، لأنه القرارات اللي اتخذتها بآخر فترة رح تعجل بموضوع التسليم. بأول فرصة ممكنة رح نخطي أول خطوة بمشروعنا. رح تكون خطوتنا الدينية الأولى، ورح نعترض على كل المبادئ القديمة. الجوامع ما رح تكون للصلاة وبس، رح تكون ساحة لنعرض أفكارنا ولندخلها بعقولهم وهن مبسوطين. بهالطريقة بنقدر نقنعهم بكل اللي بدنا إياه. بس الأهم من هالكلام كله، إذا قدرنا نوصل الناس للحالة اللي نحن راسمين لهم إياها، وقتها كل شي رح يكون أسهل بالنسبة إلنا. طمن يا سعادة القنصل، ما في داعي تشغل بالك بشي. نحن من زمان اتفقنا على كل شي. أنا نصحت صديقي وهو سمع الكلمة. جي يعني جبهة انتقام الأكراد الموحدة. هالمؤسسة نحن أسسناها، وهلأ هن منتظرين أوامرنا، وبأول فرصة رح يبلشوا بتنفيذ خططنا. الظاهر هالمؤسسة مهمة كتير. المجلس الأعلى عنده مؤسسة، وهلأ أنتو كمان صار عندكم مؤسسة تابعة لإلكن. عن جد هالأفكار كتير حلوة ومفيدة. بس بدي أسألكن، هاي المؤسسة شو أهدافها؟ وشو الشي اللي بدكن تحققوه من خلالها؟ مثلا واحد من اللي تركوا الغفارة بوحدة من الضياع، نحن جبرناه يترك بالقوة، بس لحد هلأ ما قدرنا نضم ولا عنصر واحد. هن عم بيقدموا لنا الدعم، بس طبعا بقوة السلاح. كم واحد صحيح. من الشباب كانوا رح يطلعوا على الجبل، بس الإمام منعهم من الطلعة. صار لنا شهور حاطين هالإمام تحت المراقبة. والله يا عزيزي هذا الإمام لازم يتعلق بالساحة ليصير عبرة للي ما بيعتبر. تخيلوا حضرتك بيطلع حلو، ما هيك؟ ايه طبعا حلو، بياخد العقل. يعني كل واحد ما بيتحالف معكم عم تخلصوا منه بهالطريقة الحلوة. ايه طبعا هيك بالضبط. بعد صلاة الجمعة الرجال تبعنا برا رح يخلصوا على هذا الإمام التافه، والتهمة رح نرميها على عساكر الأتراك. رح نقول إنه انعاقبوه لأنه عم بيحرض الناس على قتل العسكر. طيب إذا رميتوا هالتهمة على العساكر الأتراك، هالشي ما بيسبب لكم مشاكل؟ لا، ما رح يكون في أي مشاكل. زلمتنا عدنان رح يحل القصة. هو اتصل مع رئيس المؤسسة الجديدة واتفقوا يتحركوا سوا. فيك تريح بالك، ما في مشاكل. كتير حلو. عن جد انتوا أذكياء ودواهي. اسمعني، أنا خطرت على بالي فكرة جديدة. تفضل. مدام نحن عم نتحرك سوا، ليش ما بنشتغل على نطاق أوسع؟ طبعا نحن رح ندعمكم. بقى شو رأيكم تعملوا هجمات صغيرة على الأقسام والمخافر؟ أنا بعطيكم نقاط الهجوم وأنتوا رح تنفذوا. العساكر الأتراك رح يقتلوا الأكراد، وأنتوا ما عليكم إلا إنكم تهجموا على المخفر وتعاقبوا الفاعلين. وبهالطريقة بتقدروا تشتتوا استقرار الدولة.
ورح تكونوا قربتوا خطوة جديدة من تحقيق أهدافكم. وقتها كل هالأراضي رح تكون لنا. مو بس إلكن لحالكن، نحن شركاء